النهاردة هحكي لحضراتكم فيديو جديد لأول مرة تعرضوا قناة مشروعك عندنا. هو فيديو عبارة عن المعيز الصغيرة أو الماعز الصغير وتربيته، وهو بنرضعه لبن صناعي أو حليب صناعي اللي هو الحليب النباتي. طبعا كيلو اللبن الحليب النهاردة في مصر بسعر اليوم تاريخ الفيديو اللي هينزل كيلو ب215 لو هتجيبه قطاعي. لو هتجيبه في الشوال ال25 هيطلع الكيلو عليك بالظبط بدل من 215 هيجي عليك الكيلو يمكن ب210، يعني في 5 جنيه في الكيلو لو قطاعي. طيب انا النهارده عشان اجيب الجيتي او النتاية المعزة الصغيرة وهسقيها هتاخد معايا كام لتر؟ اول حاجة لما يكون عمر في خلال 24 ساعة، يعني مولودة مثلا امبارح وبشتريها من السوق، انا بتاخد معايا قد ايه؟ بتشرب في الوجبة الواحدة كام؟ في الوجبة الواحدة 200 ملي، اللي هي 200 ملي في الوجبة الواحدة. انا عندي في اليوم 3 وجبات، لان انا هبدأ اول اسبوع وتاني اسبوع وتالت اسبوع اللي هم ورابع اسبوع لحد 4 اسابيع، يعني 28 يوم انا هسقي 3 وجبات. في الاسبوع الرابع انا هخليه وجبتين بس، اللي هي اللي هي من 22 يوم لحد 30 يوم، دي انا هخليها وجبتين بس. بعدين هخليها من عمر 30 يوم ل 45 يوم قبل ما افطم على طول هخليها وجبة واحدة. طب انا عندي اول اسبوع بدي في الوجبة الواحدة 200 مللي بيستهلك معايا، المفروض انا بديله كفايته، بس ده الكمية اللي بتتاخد، يعني اللي بيرضعها الجدي الصغير او الخروف الصغير. الموضوع ده يمشي على الخرفان والعجول والمعيز وكل حاجة انت عاوزها، بس بتكون متابع مع دكتور بيطري. طيب اول اسبوع بتاخد معايا، انا برضع في الوجبة الواحدة 200 مللي، يبقى انا في الثلاث وجبات على 200 مللي. 200 مللي دي يعني اللتر بيتقسم على 5، اللتر بيتقسم على 5 يعني 200 مللي. طيب انا عندي الكيلو بيتحط على كام لتر؟ الكيلو بيتحط على 9 لتر. طب انا عندي اول اسبوع 200 لتر في الوجبة، يعني في اليوم 200 مللي عفوا، يعني 600 مللي في كل يوم واحد. في خلال اسبوع هيديني 6 لتر. طيب في الاسبوع الثاني انا هستخدم 400 مللي في كل وجبة، يعني في نهاية الاسبوع هيديني 8 لتر ونص. طب في الاسبوع الثالث هستخدم في الوجبة الواحدة 600 مللي، يعني هيديني في نهاية الاسبوع اللي هم 7 ايام هيديني 17 مللي ونص، 17 لتر ونص عفوا. طب في الاسبوع الرابع هيديني 21 لتر، لان دول هيكونوا 3 وجبات على لتر، كل وجبة لتر لتر لتر، يعني 3 لتر في اليوم هيديني في الأسبوع 21 لتر. طيب في الثلاث وجبات دول اللي هو الأسبوع اللي قبل الأخير، احنا عندنا 5 أسابيع، في الأسبوع الأخير هخليه وجبة واحدة، لتر الصبح ولتر آخر النهار، يعني 14 لتر. طبعا نجمع دول على بعضيهم، أنا عندي 6 في أول أسبوع و8 ونص في ثاني أسبوع و17 ونص لتر في ثالث أسبوع و21 لتر في رابع أسبوع و14 لتر في خامس أسبوع، أعطاني 66 لتر. 66 لتر نقسمها على الكيلو، الكيلو بيديني 9، هيطلع مجموعي 7 كيلو و375. 7 كيلو و375. طيب هي يعني على حسب كمية الاستهلاك عندك، ممكن يقل معاك وممكن يزيد على حسب نسبة الحيوان نفسه والعود بتاعه عامل ازاي. طيب انا كده طلع بياخد معايا 7 كيلو و300 جرام، ده في الاسبوع، او 370 عفوا كيلو
7 كيلو و330 جرام. طيب انا عندي كل جدي هجيب له 7 كيلو ونص، خلينا نقول 7 كيلو ونص في خلال 45 يوم. انا اقدر اعمل الكلام ده ولا لا؟ الموضوع كله بيرجع لايه؟ الموضوع كله بيرجع لان حضرتك تكون عارف تستخدم الموضوع كويس. المية لما تيجي تحطها بتحط مية فاترة، اللي هي ولا سخنة ولا باردة، او مية دافية يعني، كأنه حليب طبيعي يعني، وبيتدوب كويس. واهم حاجة غسيل البزازات، لان انت هتجيب بزازات وهتحطها في حاجة عالية شوية، كأنه بيرضع، كأن الجدي ده بيرضع من أمه مباشر. طبعا في ناس هتقول لك ده انت كده الموضوع معدي معاك. طيب ال 25 كيلو هيدوني 3 جديان، هيسجولي 3 جديان. هقول لحضرتك ايوه، بس الشوال هيقع ب5300 لو على حساب الكيلو، لو هتجيبه قطاع بالكيلو. الشوال 25 كيلو هيقع ب5000 وشوية. ده مشروع كويس ممكن حضرتك تبدأ فيه، بس ما تنتظرش او تستنظر ان انت تكسب في الموضوع ده لو عندك جدي واحد او جديين. اقل من 10 جديان تخسر. عندك 10 جديان هتكسب ومكسبك مضمون بأسعار كويسة جدا. انت بعد ال45 يوم هتلاقي السعر نقل معاك بطريقة غير عادية. وإلى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله.